بعد اول ماتش بس في البطوله جالي برد ومش قادر ابص في الكاميرا حتى. هما لو وصلوا النهائي هيحصل فيا ايه؟ فوز مهم جدا في اول بطوله، ولكن فوز غير مرضي. مش عشان كنا متاخرين في النتيجه وكنا ممكن لغايه الدقيقه 90 ما نكسبش الماتش، بالعكس انا مشاكلي كلها غير هجوميه على الاطلاق. انا شايف ان احنا كنا هجوميا اقوياء جدا، عملنا فرص كتير من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن نص الملعب، وبعدل ربنا نكسب الماتش ده 5-6 مستريح. بس كان في شويه عدم توفيق. لكن مشكلتي الحقيقيه هي المشاكل الدفاعيه، مشاكل تقلق اي حد. زيمبابوي فريق ضعيف جدا، ومع ذلك مع اي فرصه كانت بتجيله كان بيعمل عليك خطوره كبيره جدا، بسبب ان انت مش بتعرف خالص تتعامل مع الهجمات المرتده اللي بتتعمل عليك، وفي نفس الوقت عندك حارس مرمى مهزوز بشكل كبير جدا. انا عموما لو خدتوا بالكم انا ما بحبش اتكلم سلبي على لعيب معين. هقول لكم مثلا ان الفرقه هجوميا مش عارف تخلق فرص، او دفاعيا الفرقه مهزوزه، لكن الشناوي هيخليني اضطر اتكلم عليه هو سيبريت، لان بغض النظر هو بيلعب فين سواء في الاهلي او مع منتخب مصر، باين قوي عليه ان هو مهزوز، وباين عليه قوي ان هو مش افضل واحد يلعب دلوقتي. ممكن تكون دي فتره، مش بقول ان هو يبطل بقى ويعتزل والجو ده، بس هو حاليا يقلق اي حد بيتفرج، وجرس انذار بكل تاكيد. طبعا كلنا عارفين ان هو كده كده هيلعب، بس بصراحه انا قلقان. مفيش مره حسيت ان هو واثق من نفسه. فلما نيجي نلعب فرق اصعب بتعمل عليك خطوره اكبر، وانت دفاعيا مش احسن حاجه، وحارس المرمى بتاعك برده ما عندوش ثقه في نفسه، النتيجه هتبقى ايه؟ بكل تاكيد مش ايجابيه، فربنا يستر. بس فوز زي ده بيدي الثقه للعيبه. ممكن عادي جدا الفريق دفاعيا ما كانش مظبط عشان اتخض بعد اول جون دخل فيه، بعكس سير الماتش تماما، لكن في الماتش اللي جاي نلاقي ان هو اتحسن شويه بشويه، محدش عارف. واخيرا مان اوف ذا ماتش اعتقد كلنا ممكن نتفق ان هو عمر مرموش، ولكن لو مختلفين معايا في الراي او شايفين ان في لعيب تاني ابهركم بشكل كبير قولوا لي تحت في الكومنتات.